السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا المتابعين اللي بيتابعونا في كل مكان. ما تنسناش بالاعجاب ومتابعة الصفحة عشان تتابع منه كل جديد بنزله. طبعا جوه كل واحد فينا سر كبير وما ينفعش يتكلم فيه حتى مع اقرب الناس ليه. بمعنى الاسرار بتتجزأ. يعني مثلا في حياتنا في مشاكل وفي اسرار. المشاكل العادية اللي احنا بنقابلها في حياتنا ممكن نتكلم فيها، لكن في اسرار ما ينفعش ان انا اشارك حتى اقرب الناس ليا فيها. بمعنى مثلا لو عندك سر كبير انت مخبيه على الناس، وجيت مثلا في لحظة عايز السر ده تطلعه عشان تريح نفسك وتريح قلبك، انا بقول لك ما تطلعوش لحد، خليه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى لحد ما تموت والسر يندفن معاك وخلاص. هتقول لي ليه؟ اقول لك ليه. لما قبل كده كنت بتكلم مع حد، فالمهم بيقول انا كان عندي سر كبير جدا، السر اللي ما ينفعش حد يطلعه لاي حد ولا يتكلم معاه، السر اللي هو بيفضل مع البني ادم نفسه لحد ما يموت. انا السر ده قلت لاقرب الناس ليا، لواحد صاحبي قاعدين مع بعض، فانا حبيت ان انا اقول له السر بتاعي. فبعد فتره صاحبي ده حصل بينه وبينه مشكله، ففتش السر ده. طبعا فتشان السر ده كان خراب بيتي وخراب بيت ناس تانية. بمعنى بقول انا غلطت مع واحده متجوزه وفي لحظه ضعف، طبعا احنا مش ملائكه ولا طبعا رسل، احنا بشر وبنغلط وطبعا بنتوب. فلما السر ده كان موجود معايا محدش كان يعرف بيه، في حياتي ماشيه وخلاص. انا بعيد الحاجه ديت اللي ممكن تغلطنا على طول، والست كمان بعدت. يعني كل واحد فينا بقى في اتجاه، بقى في حاله. ليه؟ مش عايزين نتمادى في الغلط عشان خاطر ما نخربش بيوتنا. كانت في لحظة ضعف وخلاص والموضوع انتهى. طيب انا لما فتشت السر ده وقلت لأقرب الناس ليا، هو مش هيصوني. انت عارف لو السر ده عندك وقلت لمراتك، مراتك هتفضحك كمان، مش هتستنى، هتفضحك كمان. فكده هتخرب ايدك بنفسك وممكن تخرب بيت واحد تاني برضو عشان السر ده انت عايز تطلعه وتستريح. لا، انا بقول لك ما تطلعش اسرارك اللي ما ينفعش حد يعرفها خالص. يعني انا زي ما انا بقول لك في سر جوايا وجواك وجوه كل واحد فينا ما ينفعش تطلعه لاي حد ولا تشاركه مع اي حد، عشان لو طلعته لاي حد في النهاية السر ده بيتعرف بعد فترة. فخلي السر معاك وخليه يدفن معاك عشان انت توب لربنا سبحانه وتعالى. التوبة دايما مباحة في اي وقت حتى لو الانسان غلط. يعني كمثال مثلا بسيط، الشخص اللي قتل يعني 100 نفر وبعد كده حاب ان هو يتوب فربنا تاب عليه، ده مثال حي احنا بنعيشه كل يوم. توب لربنا سبحانه وتعالى وبعد كده ربنا هو اللي هيتوب علينا. فانا زي ما بقول لك نصيحة لوجه الله، السر الكبير اللي عندك اللي ما ينفعش تشاركه مع بني ادم، اوعى في يوم من الايام حتى تقول لوالدك. ما تنفعش ان انت تقول السر ده حتى لوالدك. خليك بالسر ده لحد ما يندفن معاك عشان ما تخربش بيتك وبيت حد تاني. طبعا ده كان يعني الفيديو النهارده.